مطعم ميت موت بيعتبر من اشهر واغلى المطاعم في بيع اللحمه، وزي ما انتم شايفين ده شكل اللحمه اللي عنده. الصراحه شكلها في منتهى الجمال، وكنت متحمس اول اجربها واشوف هقدر اعملها في البيت ولا لا. ولما بحثت عنها اكتشفت ان هي لها افران مخصصه اسمها افران اللحمه المدخنه، وطبعا الافران دي مش متوفره عندنا، فانا بحثت عن طريقه كده ان احنا نقدر نعملها في الفرن العادي اللي عندنا في البيت، وان شاء الله هتنجح معانا. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أول خطوة هنقول بسم الله، وهنحتاج فخدة ضاني، وكل اللي احنا هنعمله ببساطة هندهنها بزيت الزيتون، وهنقول بسم الله ونبدأ ندهن. وبعد ما ندهنها كويس هنبدأ دلوقتي نجهز التوابل. وبالنسبة للتوابل هنستخدم توابل بسيطة جدا عشان ما نأثرش على طعم اللحمة. كل اللي هنحتاجه حوالي معلقة أو معلقتين من الملح، وهنضيف معلقة فلفل أسود، وهنقلبهم كويس. وبالتوابل البسيطه ديت هنبدا نحافظ على طعم اللحمه الاصلي. وبعد ما نقلب، اخر حاجه دلوقتي هنبدا نضيف التوابل كده على الفخده، وهنبدا نعمل مساج كده. وبعد ما تبلنا الفخده بتاعتنا هنبدا دلوقتي نجهز التسويه. اول خطوه هنحتاج ورق فويل، وهنفرد جواه ورق زبده كده. معانا ورق الفويل وورق زبده، وهننزل الفخده بتاعتنا كده. وقبل ما نلفها بورق السلوفان هنضيف عليها حوالي 3 معالق زبده. وبعد ما نضيف الزبده هنقول بسم الله ونقفل عليها كويس بورق السلوفان، واهم حاجه نقفل عليها كويس. وبعد ما لفيناها كويس بالشكل ده، واهم حاجه نكون مقفلينها كويس عشان تكتم الحراره. دلوقتي هندخلها في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 120. الفرن يكون شغال من تحت وشغال من فوق. هنسيبها حوالي 5 أو 6 ساعات ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد مرور حوالي 6 ساعات. بسم الله ما شاء الله، عايز اقول لكم ان الريحه حاجه في منتهى الجمال. نبدا نفتح بس كده الاول نطمن. بسم الله. هنبدا بقى نطلعها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي. اكتر لحظه بقى مستنيها ان انا اخلع العظمه دي بكل سهوله، بكل سهوله كده. ايه الجمال ده؟ بصوا اللحمه دايبه ازاي. بصوا الجمال، سخنه قوي. بصوا العظمه طلعت بكل سهوله. اللحمه بتدوب. بصوا كده. واكتر حاجه نفسي اجربها، هناخد قطعه من اللحمه وهنضيف عليها بقى شويه عسل. بشوف ناس كتير قوي بتاكلها بالعسل. وتعالوا ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. وممكن ناخد قطعه كده ونضيف عليها رشه توابل لحمه، وندوق برضو ونشوف الطعم عامل ازاي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا ندوق الجمال والحلاوه دي. الصراحه الريحه في منتهى الجمال. طبعا دي كده لحمه ساده. بسم الله. انا عايز اقول لكم ان اللحمه بتدوب في البق، مش محتاجه اي حاجه خالص. اللحمه مش محتاجه اي مقاومه. القطعه دي كنا ضايفين عليها عسل، وفي القطعه دي عليها التوابل. فهنجرب كده بالعسل عشان الصراحه كان نفسي اجربها قوي بالعسل. بسم الله. انا عايز اقول لكم ان طعمها بالعسل حلو جدا. هنجرب بقى القطعه ديت عليها توابل. سيئه جدا اللي عليها توابل دي. وفي نهايه الفيديو طبعا انا مش محتاج اقول لكم الطعم عامل ازاي، الشكل لوحده يكفي. لكن كل اللي اقدر اقوله لكم ان اللحمه مش محتاجه توابل خالص، مجرد ملح وفلفل اسمر، واتفرج على الطعم هيبقى عامل ازاي. لما ضفت عليها توابل طعمها ما عجبنيش خالص الصراحه. اكتر حاجه بقى عجبتني واول مره اجربها وطعمها يعجبني قوي كده هو العسل على اللحمه. عايز اقول لكم ان الطعم حرفيا في منتهى الجمال. لازم تجربوها واكيد هتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.